المؤامرة في سوريا كبيرة. الجولاني بيقطع سوريا حتة حتة وبيبيعها، والمقابل رخيص وزهيد. شفنا أحمد الشرع واقف مع تيك توكرز، ولد وواحدة تيك توكرز برضو، دي بتفتح لايفات، وانتوا عارفين ما فتح اللايفات على برنامج التيك توك حاجة مزرية وفي منتهى السفالة وقلة الأدب يعني. اللي ماسك حملة تسويق للجولاني أحمد الشرع حاليا هي المخابرات الأمريكية والتركية. القوات الإسرائيلية دخلت حوض نهر اليرموك، أخدت المية كلها. 30% من عائد المية بتاع الشعب السوري الجولاني فرط فيه، وإسرائيل حطت إيديها عليه بالظبط. ما بقاش للشعب السوري أي مية. ليه؟ لأن تركيا حطت سدود على منابع دجلة والفرات، عطشت سوريا وعطشت العراق، والقوات الإسرائيلية راحت عاملة سدود على حوض نهر اليرموك اللي كان السوريين بيستخدموه في الزراعة. كان السوريين بيستخدموه في الزراعة، وبنسبة 30% من الأراضي الزراعية اللي في سوريا بتبقى من نهر اليرموك اللي إسرائيل حطت إيديها عليه. ده مش بس كده، ده كمان قوات الاحتلال دخلت المزارع المملوكة للسوريين وأخرجتهم بالقوة. فين أحمد الشرع؟ فين الجولاني؟ مش موجود. فين قواته؟ انسحبت من قنيطرة وطريق دمشق، وسابت المقرات الأمنية اللي تولى المهام. إسرائيل دلوقتي يا سادة بتحكم محافظات كاملة في سوريا في ظل غياب تام لقوات الإرهابي أحمد الشرع اللي يهمه نفسه بس عشان يتشال من قوائم الإرهاب. اللي اتشال حاجة واحدة، ال10 مليون دولار، ولكن ما زال اسمه على قوائم الإرهاب هو وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، عشان نبقوا فاهمين بس. العيال اللي بتطبل لأحمد الشرع الجولاني، قلنا ان بشار الاسد قاتل وخاين، والجولاني قاتل وخاين. ده ليه سجون تحت الارض وده ليه سجون تحت الارض. ده مش مدرس كيمياء، ده جاي من خلفيه القاعده، ده جاي من خلفيه ارهابيه. سوريا راحت، الجولان وجبل الشيخ عليهم العوض. ده اللي الشعب السوري بيشوفه من الجولان. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم وقال ان اللي بيحصل في سوريا هو بيعكس نجاح القوة الخارجية، نجاح القوة الخارجية في تقسيم كل حاجة. ربنا يحفظ هذا الرجل اللي حافظ على أرضه وعلى عرضه، حافظ على حدوده. احنا شايفين ان كل الحدود المصرية بقت أصبحت ملتهبة، حدود في قمة الالتهاب. سوريا، غزة، السودان، ليبيا. هذا الرجل بطل بمعنى الكلمة، ان مفيش حرب مصر دخلتها. ولكم أزف لكم خبر رسميا
قوات المصرية في الصومال، قوات حفظ السلام. ده خبر جديد اهو بقولها لكم. اما الاخ احمد الشرع، الثوره نجحت. لا الثوره ولا نجحت ولا اتنيلت. اي ثوره بتنجح بيبقى فيه اهداف ليها. اهداف الثوره اللي انت عملتها يا شرع ايه؟ فين الثوره بتاعتك؟ انت داخل لقيت بشار الاسد هرب، دخلت على القصر عدل. انت قضيت على القوات المسلحه السوريه، قضيت على الجيش السوري، نهيته. يا جماعه اللي ما يعرفش ان الجيش الاول المصري ده هو الجيش السوري. عندنا قصر اسمه قصر الاتحاديه، الاتحاديه بين مصر وسوريا. احنا عندنا الجيش الثاني والجيش الثالث، ربنا يحفظهم. ودول شرف وفخر لينا، مش لينا بس، ده للدول العربيه كلها. الشرق الاوسط كله وقع على وشه. ليه؟ عشان ما عندوش قوات مسلحه، ما عندوش جيش زي الجيش المصري. تركيا حطت ايديها على منابع الميه بتاعت دجله والفرات. مش بس كده، تركيا خدت ادلب وحما وحمص بالهنا والشفا. مش بس كده، عندنا الاكراد اللي بيحاربهم دلوقتي الجيش السوري الحر اللي هو الاخوان. بس خلي بالك ان القوات دي قوات قسد والاكراد دي دعمهم امريكا. ليه؟ مش حبا في سواد عيونهم. ليه دعمهم؟ عشان 80% من الغاز والبترول اللي موجود في سوريا موجود عند الاكراد. اما الجولاني الارهابي سابقا، رئيس الاداره السوريه حاليا احمد الشرع، مجهول النسب. وبرضو انا بأكرر ان احمد الشرع الجولاني ابو محمد الجولاني، صدقوني ده عميل مخابراتي اسرائيلي زيه زي إيلي كوهين. بس إيلي كوهين اتمسك واتعرف، والسبب ان إيلي كوهين يتعكش كان رأفت الهجان، رفعت علي سليمان الهجار، جاك بوتين. الاخ الجولاني دلوقتي بيتريق على انقسام المسلمين، بيقول لك بقالنا 1400 سنه ما بين سنه وما بين شيعه. انت قسمت كل حاجه. انت جالك التركي، جالك الاسرائيلي، جالك الامريكي. انت قسمت الارض والعرض، قسمت كل حاجه. انت بتتكلم في ايه ولا بتتريق في ايه؟ اي كرامه. لازم نفهم يا جماعه ان النظام الاخواني بيتاجر بالشعارات ويسلم الاراضي لاسرائيل. يفضلوا يقولوا شعارات ضد اسرائيل قدام اسرائيل جزمه قديمه، جزمه، بينحنوا امام اسرائيل. هم دول الاخوان، هم دول اللي بيضحكوا على الشعوب. الاخوان تحمل الخراب لاي بلد تروحوا. يهمهم مصالحهم، يهمهم الوصول لسدة الحكم فقط لا غير. لا يهمهم دولة ولا وطن، هم اصلا ما بيعترفوش باي كلمة اسمها وطن. لان المرشد العام بتاعهم السائل اسبق بيقول، عاكف بيقول ان الوطن ليس الا حفن التراب عفنة. تخيلوا ما بيأمنوش اصلا بحاجة اسمها وطن. فربنا يحفظ سوريا. دلوقتي اسرائيل بتلعب في دماغ ترامب. ايه ده؟ يعني ايه؟ ليه بتلعب في دماغ ترامب؟ عايزه تاخد سوريا كلها. خلاص بقى هتبني مستوطنات في الجولان. وحصل ان الحكامات اليهوديه طلعوا صلوا على ارض الجولان. ده مش بس كده، ده قالوا ان الارض دي بتاعت جدودنا، الارض دي بتاعتنا. لسه كمان، لسه المعركه لسه ما خلصتش.
لسه التورته فيها حته. ما ايران بتحاول برضو ترجع سوريا مره تانية. ليه؟ لان اتقطعت علاقتها مع مين؟ مع الذراع العسكري ليها في المنطقه، اللي هو مين؟ حزب الله. اللي اسرائيل قصت ريشه، قضت على القيادات، الفرز الاول الصف الاول، والفرز الثاني الصف الثاني، والصف الثالث الفرز الثالث، باقي بقى الرابع والخامس وشويه العيال دول. فاهمين؟ اخيرا وليس اخيرا نلتف جميعنا خلف القياده السياسيه اللي رافع اسم مصر عالي، اللي دول العالم كلها انبهرت من قصر الرئاسه في العاصمه الاداريه الجديده. بس الحقد طلع من جوه قلوبهم، طلع قالوا لا، ده بطون المصريين اولى، ده كلام الاخوان. لا، هيبه مصر اولى، هيبه مصر اهم من الاكل والشرب. واوعوا تفتكروا ان هذا الرجل المحترم اللي بيدير مصر بمنتهى الامانه والشفافيه هياخد القصر معاه. ده اسمه قصر الرئاسه. ربنا يحفظه ويديله طولة العمر ويحفظ القوات المسلحه، ودايما باسله قويه مرعبه لجيوش الاعداء. اوعى يا مصريين تمشوا ورا كلمه على الفيسبوك ولا تسمعوا لواحد اخواني قذر لا يؤمن بمعنى كلمه الوطن، ما يعرفوش يعني ايه وطن. دعم جيشك، قواتك المسلحه، ادعم رئيس جمهوريتك. يكفي ان مصر ما دخلتش حرب لحد دلوقتي، ده في حد ذاته انجاز، وانجاز عظيم. العاصمه الاداريه الجديده دي بتخلي المستثمرين ورجال الاعمال يجوا يستثمروا داخل مصر. قوات حفظ السلام بتاعتنا اللي رايحه الصومال، رايحه تامن كمان المجرى الملاحي بتاع قناه السويس، اللي هي اعلام الاخوان الاغبياء. ساعه لما كان الرئيس بيوسع ويعمل قناه السويس الجديده قالوا ده بيعمل ترعه. قد ايه دلوقتي احنا عرفنا قيمه قناه السويس وتجديدها. انتوا عارفين ان اسرائيل بتفكر تعمل قناه وتسميها قناه بورجوريون؟ هنتكلم بعد كده يعني ايه قناه بورجوريون، وكان بيفكروا فيها من امتى، وانجلترا ازاي كانت بتدعم، وانجلترا كانت ازاي واقفه في وش مصر، وعملت ايه مع جمال عبد الناصر. اللي ما عملوش الرئيس جمال عبد الناصر عملوا الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا هحكي لكم القصه بالظبط، بس دي هتبقى في حلقه لوحديها، لان موضوع قناه السويس ده صدقوني ده موضوع امجاد، ده تاريخ للرئيس عبد الفتاح السيسي انه وسع القناه والعمق بتاعها شغل عالي. المراكب رايحه جايه، بس الحوثيين في المجرى بحر احمر ابتدوا يعتدوا على السفن، ابتدوا يوقفوا حال القناه. السلامه والفخر والعزه لقواتنا المسلحه. نتمنى من الله ان لا يصابهم مكروه في الصومال، وزي ما هيروحوا يرجعوا لنا بالف سلامه ولادنا واخواتنا رجاله القوات المسلحه الباسله. خيرا وليس اخرا نلتف خلف القياده السياسيه الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه المصريه، ونردد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بيكم وليكم. اراكم في فيديو قريبا. سلام.